إذا بكن الرابع بريز. إذن مثل هذا مثل هذا الجزء يعطى حكم ماذا؟ حكم الكل. طيب وفد وقمتي بدأ عسيساني تجرني أيمني أيمان نما قرتي قادوبة بني كن بناتمتي أي إني قرت من تكلم فقد بدع الأئمة وقمتي بدع سنيجرا إماما من تكلم نما دبتي أصحاباتك خيسة نما دبت نما أصحابيتك الربسة نبدع سيساني سيقالي فقد بدع الأئمة من تكلم في صحابي واحد. إذن هذا مع كونه جزءا يعطى حكم ماذا؟ ومن المسائل الجزئية التي اشتهر فيها الخلاف مسألة الاستواء على العرش. الاستواء صفة من صفات الله ولا لا؟ كنوا لا أصلين أفرتمي جافا كان نمني قرتي التندائرة أهل السنة والجماعة الرابو ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. أصول أهل السنة والجماعة للإمام أحمد كجان سيلاقون إن شاء الله كانت تأسنني كران وأن نمني يو إسا بلسي أهل السنة رأيتين بو يو إسا بلسيني مو أهل السنة ما ندو وقوري دو وقورا أهل السنة كجنو بي لكي كنت وقورا أهل السنة متي مبتدعي ورى بدعاتي أكمتنا من جنة كتابك أنا رأيني كران مالي أكنمتنا من مبتدعي سكن جن نما قرار رابع يجروني سمو أهل السنة أكن جنة كتابا كان الراد بافن يا ربي. جزا الله إمام أحمد حيث كتب ما يخرج من دائرة أهل السنة وما لا يخرج. وأن أهل السنة ما رانا ما باسو وأن من باوني أدام باسي ما أهم نبرسون عالم الدنيا رات كتابنكم بكما أصول السنة جميع. جزاه الله إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد. طيب انتبه كوني يوجز إيته هيتن انجرات اللي يا نمان لكنه إن كوني يعطى له حكم الكل حكم كل كنما. لماذا؟ لكونه مما اشتهر الخلاف فيه وان خلافني إذا خيستي بك كميجر وانت أحسنت. مثال آخر مثال بروتنا إذا لا صفة التهينس ربي كان أول لأن الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدع مشهور في ماذا؟ في صفة العلو والاستواء. وعلوي كان كيسة أهل السنة في فرقان ضالان واللبون بكمان أو بكمامين. ومن أنكر صفة الاستواء والعلو مع أنه يرى أن لله عز وجل صفات علا وأسماء حسنى رب صفات قاريك أبا لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل أكنجي أمن ما وجهن سلا سفتي توكو يوكا سفتي لما مال جيدة برسي مدر لا تخرج من دائرات أهل السنة جنة. لذلك لم يبدع العلماء من شريحا ولا غيره. شريح القاضي ينكر صفة العجب ولا ما؟ هل أنكره أحد؟ هل بدعه أحد؟ وإنكاره صفة العجب مشهور ثابت عنه بروايات. شريح القاضي صفة العجب إنكار سواء بكما لكن هل بدعوه؟ لا. لماذا؟ فعلمنا أن مخالفة الجزئية لا تخرج صاحبها إلا إذا كانت تلك الجزئية مما اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. فإذا كانت تلك الجزئية مما اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع فإنها تعطى حكم مخالفة كلية
قابض حكمي مخالفة كلية كننا في جد واضح؟ طيب مثال آخر تعويل صفة العلو هيا من أول صفة العلو فهو هيا فحسب فحسب كانوا ما قفنا من أوله فهو مبتدع. أكان المثال الثالث هيا تعويل صفة الاستواء إذا قلنا العلو يشمل علو الذات وعلو الصفة. العلو علوان، علو الذات وعلو الصفة. والخلاف بين أهل السنة وأهل البدع إنما هو في علو الذات لا في علو الصفة، لأن كل الفرق تثبت صفة ماذا؟ لا صفة العلو تثبت علو ماذا؟ علو الصفة أكيد لا علوين كلهم علو الذات وعلو الصفة. علمه عال وقدرته عال وسمعه وبصره وقدرته وحكمته، وهذا علو ماذا؟ علو الصفة. ففي علو صفة الله عز وجل لا خلاف في من أثبت الصفة، والصفة ربي رجايس برتي علو الصفة رجايسون خلافا قبل سيقالي. وهناك علو آخر وهو علو الذات، وهو علو الذات. فمن أنكر صفة العلو سواء كان صفة علو الذات أو علو الصفة فهو ماذا؟ مبتدع. من أول صفة الاستواء المثال الثالث تأويل صفة الاستواء. من أول جئنا من؟ من أول صفة الاستواء نمني صفة الاستواء أولي كالجهمية والقدرية والأحباش وأتباعهم والأشاعرة، هؤلاء يؤولون صفة الاستواء فيقولون معنى استوى استولى نمو يجيكم استوى معنى استولى تؤون معنى قريب ولا معنى بعيد؟ معنى بعيد. لفظي دوكم معنى بعيد الرد حملوا يحتاج إلى ماذا؟ أحسنت، يحتاج إلى قرينة. فإذا حملت لفظا على المعنى البعيد بدون قرينة يكون ماذا؟ تحريفا. إذن هو المراد من التأويل هنا التحريف، تأويل لساني يكون تحريفه فحسب. فهو إني مبتدع جام. وعلى هذا فقس كان رتك يا فدوغا مال مثال وانكس الدورة في أن من خالف أهل السنة في أصل كلي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع كن خلاصة زيتي برلان في أصل كلي يخلف مبتدعي يوكاو في أو خالف أمرا جزئيا اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع فهو ماذا؟ مبتدع. إذا بهذان الأمران يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة. والخلاصة أن الشخص أن الرجل أو الجماعة أو الطائفة تخرج من دائرة أهل السنة والجماعة بواحد من أمرين، وعلى كيف تكون من أهل السنة مرة. الأول بمخالفة أصل كلي من أصول أهل السنة كمن خالف أصل الصفة أو أصل السمع والطاعة أو أصل الولاء والبراء. الأمر الثاني من خالف في جزئي اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. انتهينا. مفهوم؟ تمام. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. المسألة السادسة حسبك.